يعني لو بده يتوجه له تكون مقتله هذا، فوقفته وقفة رجل مع انه طفل هو، يعني بيكبرش لانه هو بضل يشكل ضمير يعني. هذا حسب ما نعرف اسمه حنظلة. مين سمى حنظلة؟ انا والله اخترت اسم له، لانه دائما لما يجي ولد الواحد بصير يقول شو بدي اسميه، فبختاروا له الاسماء الحلوه والطيبه. كلمه حنظله هذا مر علي من خلال الاسماء القديمه واستدركت معناه. الحنظل يعني من خلال المراره، دائما الحقيقه بتضل مره. حاولت هيك انسجها بذهني، لقيت انه مقبول هالاسم له. اسم زي شكله يعني، مش اسم ظريف، لا اسمه سوسو ولا زوزو ولا كذا. فهل على الشخصيه الكاركتر حنظله لابق له، يعني اسمه على كسمه زي ما بيقولوا، فلابق. فلقيته انه يعني مناسب هالاسم. تحب انت هالواد الصيف؟ هذا انا. بتصور الانسان في اعماقه اناني، مهما تواضع بحب روحه يعني. ناجي، شنو منطلقك السياسي او انتمائك؟ أنا كنت قبلي مثل أي قبيلة عربية جغرافيا موزعة وعندها دولة وعندها علم وعندها كل شيء. كنت فلسطيني صدق، لأنه حسيت إني أنا قعدت 20 سنة بالمخيم، ما واحد التفت إلي صدق يعني. مش أنا كناجي، يعني أنا كإنسان فلسطيني بالمخيم عانيت 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 كثير. كنا نشوف وكالة هيئة الأمم بكل ذل إنه يتناول كرت الإعاشة. هاي هويتنا كانت الإنسانية. وأخيرا بلش يعني الإنسان الفلسطيني اللي بيقولوا إنه متشرذم ومتمزق. متمزق لأنه الواقع العربي ساعد على شرذمته، فصار في ولاءات إذا كانت سياسية أو فكرية ومن خلال الواقع العربي. أنا بصدق لا أصلح إني أكون منتمي معنا لجماعة، لا أصلح. مش بحكم مزاجيتي وإني أنا فنان وبالتالي أنا حر طليق، لا، أنا بأمن بالالتزام وأنا ملتزم، بس مش ملتزم دكاكين سياسية. أنا ملتزم قضية أكبر من كل هذا الجموع. ملتزم فلسطين. لما ترجع فلسطيني بالتالي يمكن أصير مزاجي شوي وانحط بقالب هذا، بس طالما فلسطين هذا لن يكون ولائي لا لجماعة ولا لحزب ولا لتنظيم ولا لنظام ولا لأي قوة. أنا كل القوى ضاغطة علي، بس لن أستسلم لها يعني، ولن أتقبلها، ولن أرضخ لاعتبارات معيشية أو سياسية أو حياة أو موت وكذا. ف أنا بتصور إنه أنا يعني موضوع إني لازم أتحامى يعني بجماعة أو أشتغل خلال جماعة، أنا بحس إني بمثل السواد الأعظم من الناس. أنا ضمير يعني من خلال رسومي بلتقط بستشف شو معاناتهم بغض النظر عن تناقضي مع الأطراف الأخرى. أحيانا بيقولوا عني يمكن إن أنا ماركسي، أحيانا بيقولوا عني إن أنا مسلم ويعني بشتغل بكذا، يعني بيعطوني هويات، بس أنا في واقع وفي أحداث عم تتفاعل. فأنا ضمير كل الناس.